تعالوا نشوف موضوع التغذية السليمة ده ايه. عقدت نسلة مصر حفلا كبيرا بدار الأوبرا بالقاهرة للاحتفال بإنجازات برنامج نسلي أبناء أصحاء وإطلاق المرحلة الثانية منه. ويهدف البرنامج لرفع وعي تلاميذ المدارس الابتدائية بالتغذية الصحية كأساس للنمو الصحي. دي جايه معايا قائمه على شباب متطوع بياخد تدريبات في التوعيه الصحيه وكيفيه الوقايه من الامراض والانشطه الصحيه السليمه والانشطه الرياضيه، يعني ازاي الانسان يقي نفسه من الامراض. ويشجع البرنامج الاطفال على اكتساب عادات غذائيه ايجابيه بغرض ضمان نموهم الصحي والمساعده على حمايتهم من الامراض. وشعارنا اذهبوا اليهم هم اصحاء قبل ان ياتوكم وهم مرضى. ان برنامج نسلي ابناء اصحاء يتماشى مع اهداف وزاره التربيه والتعليم واستراتيجيتها للتركيز على تغذيه الاطفال في مصر اعتمادا على عادات الغذاء الصحي والصحه الشخصيه. هذا البروتوكول تم تنفيذه وتطبيقه على مستوى 3 محافظات بناء على توجيهات معالي الوزير كمرحله تجريبيه، وشاركت معنا شركة نسلة في يعني تنفيذ هذا البرنامج اللي مستهدف منه حوالي 80,000 طفل خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. نسلي، غذاء أفضل لحياة أفضل. مشاهدينا، احنا النهارده هيكون ضيوفنا الداعيه الاسلامي مصطفى حسني، وهيكون معانا كمان على الهوا دكتور هشام حتاته استشاري الطب النفسي. هنتكلم معاهم في مواضيع مهمه ومستنيين اسئلتكم واستفساراتكم.